من أكتر المشاكل اللي بتواجه الطلبة في الإنجليزي هي إن هم مش عارفين يحفظوا، ودايمًا دي أكتر شكوى بنسمعها. يا مستر أنا باحفظ الكلمات وبعد كده بانساها، أو الكلمات مش بتثبت في دماغي أو ما باعرفش أحفظ أساسًا. وهنا أنا عامل الفيديو ده عشان أقول لحضراتكم إن أنت يا حبيبي بتعرف تحفظ كلمات، ما فيش حاجة اسمها أنا عندي مشكلة في الحفظ. ليه؟ لأن ما فيش حاجة اسمها إن أنا ما باعرفش أحفظ الإنجليزي بس باعرف أحفظ عادي في الحياة. ممكن قبل كده لو أنا سألتك مثلًا لو كنت قريت بوست على الفيس في يوم والبوست كان مليان كلام شوية وشُفت التعليقات اللي كانت على البوست، لو أنا سألتِك بعدها بأسبوعين البوست ده كان عن إيه، هتقولي كل حاجة كانت في البوست بالحرف، وتقولي لي مين علّق وعلّق قال إيه ومين كان عامل لايك ومين كان عامل love. ده معناه إيه؟ إن إحنا ما عندناش مشكلة في الحفظ، وما فيش حاجة اسمها إن أنا عندي مشكلة في حفظ الإنجليزي، لكن أنا سليم عقليًا في بقية حياتي، ما فيش حاجة اسمها كده. كل الحكاية إن إحنا بنقرّب للإنجليزي غلط أو إحنا بنتعلم غلط فبتحصل مصيبة فبنشتكي. طريقة الحفظ الصح إيه أو طريقة تعلُّم أي كلمات بتبقى إيه في أي لغة؟ بتكون عن طريق إني أربط الكلمة بصورة ذهنية في دماغي. اللينك ده أو الرابط ده لو حصل مش بس في حفظ كلمة بالإنجليزي، لأ، لو حصل في أي حاجة في الحياة، ساعتها الكلمة دي أو الحاجة دي بتثبت في الذاكرة بتاعتنا طويلة المدى، استحالة ننساها. طب أنا إزاي قادر أربط الكلمة بصورة في دماغي؟ أيوه، ده اللي أنت بتعمل عكسه، وأنت بتذاكر كلمات بتبقى دماغك في حتة، خيالك بيعمل حاجات، وأنت عمّال تكتب الكلمات كتير، وناس تقول لي أصل أنا باداري الكلمة واكتبها كذا مرة، وناس تقول لي أصل أنا باكررها كتير. طول ما عقلك أو خيالك في حتة واللي أنت بتعمله بمذاكرتك في حتة، هتفضل المذاكرة صعبة أو تقيلة أو حفظ الكلمات دي حاجة متعبة جدًا. ممكن تحفظ بس هتحتاج وقت طويل جدًا في التكرار في حاجة أنت مش محتاجها، ولازم هتشوف الموضوع بارد ورخم وتقيل على قلبك. طب وليه؟ طب إزاي أنا قادر أعمل اللينك ده أو الرابط ده؟ أنا داخل ثانوية عامة دلوقتي ومحتاج طبعًا أعرف إزاي أحفظ كلمات، لأن أنت عارف امتحان ثانوية عامة الإنجليزي بيكون على اللغة بشكل عام مش على حاجة معينة. فإزاي أبُص على الكلمة بالنظر بس أحفظها؟ ده ممكن يحصل لو عملت الحركة اللي قُلت لك عليها أو اللينك ده. أنت ممكن تعملها بنفسك، يعني ممكن تجيب كلمة وتتخيل معناها وتربط الكلمة بالمعنى، أو أنا ممكن أقول لك على طريقة دلوقتي لو عملتها الصورة الذهنية هتيجي في دماغك غصبٍ عنك والكلمة هتتربط بالصورة الذهنية دي. والطريقة هي إنك تحط الكلمة في جملة، مش شرط تكون جملة بالإنجليزي عشان لو إحنا مش قادرين لسه مستوانا ما يسمحش، ممكن نعملها بالعربي عادي جدًا. يعني مثلًا لو كلمة هي كلمة grumpy. ايه ده يا مستر؟ نفس الكلمة اللي انت قلتها لنا في الحصة، ده انت بتقولها برضه في الفيديو. أيوه هي دي، ركز بقى معايا. grumpy معناها متضايق أو مكشر، فبدل ما أقعد أكتبها كتير وأنا سرحان في حاجة تانية اللي أنا محتاج أعمله أو هاعمل إيه لما أروّح من الدرس أو هاعمل إيه لو أروّح البيت، لأ، أحطها بجملة بالعربي فيها لفظ متضايق، بس بدل ما أقول متضايق أو مكشر أقول grumpy. يعني مثلًا أقول إيه، ماشي يبقى أنا عايز أحفظ grumpy بالنظر بس عادي، أقول بابا كان grumpy أوي امبارح. الجملة كلها بالعربي بس بدل ما أقول اللفظ اللي بالعربي باقول الكلمة بالإنجليزي. وأتحداك أنت أكيد وأنت بتسمعني دلوقتي صورة بابا وهو متضايق جت في دماغك أو دماغك، طالما عملت جملة لازم الصورة تيجي، والكلمة اللي بالإنجليزي في قلب الجملة فالكلمة اتحشرت مع الصورة في دماغنا، وهو ده الlinking أو الربط. جرب الطريقة دي وابعت لي قول لي إنك بقيت تحفظ الكلمات بالنظر. أشوفك على خير في الدرس اللي جاي وسلام.